هات فشارك واظبط قعدتك واهلا بيك في سيما على الضيق. في ممثلين مجرد ظهورهم في اي عمل بيكون بمثابة ختم جودة بالنسبة للمشاهد، وفي كتير منهم بيكون مش واخد فرصته كاملة عند المنتجين، يعملوا دور صغير فيعجب الناس جدا، وفي المسلسل اللي بعده او العمل اللي بعده يعني يعملوا برضه نفس الدور الصغير. لو هتحط اسماء الممثلين دول في قائمة لازم يكون على راس القائمة دي حمزة العيال، بيثبت في كل عمل انه مش محتاج يجعر ولا يزعق علشان يثبت وجوده. وبعد كل اللي اتقال ده في سؤال بيفرض نفسه، هل فعلا موهبته اكبر من ادواره؟ وفي الحلقة دي هنجاوب على السؤال ده عن طريق استعراض أهم المحطات في مشواره الفني. ويلا بينا نبدأ. حمزة العيلي دخل كلية الحقوق لكن كان شغفه التمثيل، اشترك في عدد من المسرحيات في مسرح الجامعة، وبعد التخرج من الجامعة دخل مركز الإبداع زي أغلب نجوم الفترة دي، وكان حظه إن جه وسط أهم دفعة من مركز الإبداع قهوة سادة، والدفعة دي كان فيها أغلب ممثلين الساحة دلوقتي زي محمد سلام، محمد فراج، وحسام داغر اللي عمل مشهد أكتر من رائع في المسرحية. وبالمناسبة أرشح لكم جدا المسرحية دي، هي موجودة عادي على يوتيوب. وشريف عرفة زي كتير من المخرجين اختار حمزة العيالي من مسرحية قهوة سادة عشان يعمل دور الشيخ كرم من فيلم اكس لارج. يمكن مخلاش المشاهدين يحفظوا اسمه، بس لفت نظر المنتجين لموهبة حمزة العيالي، فبدأوا ياخدوه في أدوار صغيرة بس كانت بتعلم مع المشاهد، زي مشهد عامل التكييف من مسلسل الكبير اللي لفت نظر الجمهور لموهبة الكوميديا عند حمزة العيالي. وفضل ياخد أدوار صغيرة لحد مسلسل ابن حلال اللي كان إشارة صريحة لموهبته الكبيرة في دور مسكر، اللي هو بنفسه قال إنه أضاف كتير جدا للشخصية زي طريقة المشي وحركة الإيد وطريقة الكلام. الحاجات دي فرقت جدا في تأثر الجمهور بالشخصية. سلطان فتحتي دكان؟ ايه بتقول ايه؟ ده انت يومك اسود. لو فتحت دكان يا سلطان هقلبك على ظهرك. من بعد الدور ده حمزة العيلي بقى واحد من ممثلين مدرسة التقمص، يعني كل دور يكون ليه طريقة مشي معينة، طريقة كلام معينة، باختصار مدرسة أحمد زكي. وده خلاه مثلا لو في عملين ورا بعض بيقدم شخصية مجرم، يبقى المجرم ده غير المجرم ده، كل واحد ليه طريقة كلامه الخاصة. وفي السنة اللي بعدها عمل كاركتر عبقري في مسلسل الكبير الجزء الخامس بشخصية دكتور ممدوح. وبعدها بسنة يعني سنة 2016 كانت محطة من أهم محطات حياته لما عمل المعتز بالله في مسلسل أمين وشركائه مع الزعيم عادل إمام. وفي 2017 عمل دور من أحسن أدواره، ويعتبر هو كان أفضل دور في المسلسل مع إن المسلسل ما كانش أفضل حاجة، وهو مسلسل الحرباية مع هيفاء وهبي. وكمان عمل دور عبد الحميد في مسلسل مظلوم جدا الصراحة، مسلسل طاقة نور لهاني سلامة. 2017 بيرجع للكوميديا بمسلسل خفة يد محمد سلام ومحمد ثروت بيومي فؤاد وميرنا جميل. مسلسل مظلوم جدا رغم انه من افضل الاعمال الكوميدية في اخر 10 سنين، ومحدش بيفتكره خالص الفترة دي. جاي لك النهارده وجايب لك معايا فرصه بحوالي 40 مليون جنيه. في 2019 بيبتدي الدور يكبر شوية، فبيكون هو الشرير الرئيسي قصاد حمادة هلال في مسلسل ابن أصول. من 2019 لحد 2021 زي ما كلنا عارفين كانت فترة الكورونا، وبالتالي كان الأعمال فيها مش أفضل حاجة أصلا. وفي 2022 رجع المنتجين تاني ياخدوه في أدوار صغيرة، وحتى في الأدوار الصغيرة كان بيثبت جدارة، زي دور أخو باسم سمرة من مسلسل منعطف خطر اللي كنت اتكلمت عنه قبل كده في القناة في فيديو أفضل 5 أعمال على شاهد. وفي 2023 بيرجع مع ريهام عبد الغفور ومسلسل الأصلي، وكالعادة من وجهة نظري هو كان أفضل دور في المسلسل. انا عارف انك بتكرهيني يا فاطمه، بتكرهيني لدرجه انك بتقعدي تتمكيجي قصاد المرايه قدام عيني وكانك عروسه في ليله دخلتها ومحرم عليا المس منك شعره. وبرضه في 2023 بيعمل دور من أعقد وأفضل أدواره في مسلسل الصندوق. المسلسل ده من وجهة نظري هو أفضل مسلسل مصري من نوعية الغموض في آخر 5 سنين، بس أي حد ما بيحبش المسلسلات الحزينة ما انصحوش يتفرج على المسلسل ده. الموضوع مش مجرد اسم في محضر وسين وجيم، انا كنت محتاج حد يفهم ويحس باللي احنا عدينا بيه، حد يفهم الوجع اللي الناس كانت موجوعاه وبتعيشه. 2024 بيعمل دور الجن موت من مسلسل المداح أسطورة العودة. وفي 2025 بيعمل دور درويش من مسلسل النص الجزء الأول. مفيش مشكله خالص، انا عارف ان هو زعلان مني. بكره يفهم، بكره يفهم. مين دول؟
ايه اللي دخله مستشفى؟ وبيساند محمد سلام عودته للدراما بمسلسل كارثة طبيعية دور شوقي اللي كان أفضل عنصر كوميدي في المسلسل. ولحد هنا رغم إن دور حمزة العيلي بيكون هو يعتبر أفضل دور في أي عمل هو بيشارك فيه، رغم إنه ما خدش فرصته الكاملة لحد دلوقتي. هل بسبب ضعف الموهبة؟ لا. طيب هل بسبب ضعف الاعمال اللي بيشارك فيها حمزة العيلي؟ برضه لا. يمكن عشان هو ما بيهموش مساحة الدور، بيهمه تأثيره بالنسبة للعمل، او بسبب عدم التقدير الكافي من المنتجين لموهبة حمزة العيلي. بس سنة 2026 بتيجي عشان تغير كل حاجة. بيشارك في اهم اعمال السنة زي مسلسل المداح أسطورة النهاية والنص التاني، واهم فرصة واكتر فرصة كان يستحقها وهي مسلسل حكاية نرجس مع ريهام عبد الغفور اللي اتكلمت عنه بشكل مفصل قبل كده في فيديو افضل اعمال بطولة نسائية. ودور عوني اللي بيكون دور معقد جدا وتحولات كتيرة خلال الاحداث. عوني ركز معايا، انت كده شريكها رسمي، وده معناه ان انا لازم احيلك على الطب الشرعي عشان يكشفوا واتاكد اذا كنت انت ابو العيال دي ولا لا. وده اللي بيأهله لأول بطولة مطلقة مسلسل مصطفى محمود بين الشك واليقين، اللي يعتبر أكتر الأعمال المنتظر بالنسبة لي في رمضان 2027. ولحد هنا يكون انتهى جزء بسيط من رحلة حمزة العيلي، وتبدأ رحلة حمزة العيلي مع البطولة المطلقة والأعمال الجيدة بسبب ثقة الجمهور في اختياراته وموهبته. وبس كده، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زرار الجرس، واكتبوا لي في الكومنتات ايه الأعمال اللي ما ذكرتهاش في حلقة النهاردة، وهل تتفقوا معايا في ظلم المنتجين لحمزة العيلي ولا لا. وسلام.